أهلا بيكم وملخص حلقة جديدة من مسلسل العميل، والحلقة 80. وبتبدأ الحلقة وميادة ونور ويامن قلقانين على أمير لأنه اتأخر وتليفونه كمان مقفول. وبتقول نور بخوف أتصل على وسام. ميادة ويامن بيبصوا لها بضيق، وبتبرر نور موقفها وبتقول انتوا ناسين انه آخر واحد كان معاه، يعني أكيد يعرف حاجة عنه. ميادة بتفكر في كلامها وبتقول اتصلي. يامن بيتضايق جدا وبيغير، وبتتصل نور بوسام. وبيبقى وسام وصل هو وملحم على البيت، وبيقول له ملحم انه لازم يتقرب من مصطفى ويعرف ان اخوه. وبيرن تليفون وسام وبيبقى عامله صامت، وبيتوتر لما بيلاقي ان نور هي اللي بتتصل بيه ومش بيعرف يرد عليها. امير بياخدوه على الفرع وعمال يفتكر في مواقف وذكرياته مع العميد خليل، ومش مصدق انه خلاص مات. وبياخدوه على الحبس، وبيحاول امير معاهم يصدقوه انه لسه ظابط، وبيفضل يزعق فيهم وبيقول انتوا لازم تسمعوني، والله العظيم انا ظابط وكنت في مهمة سرية، لازم تصدقوني والا كل حاجة هتضيع، لازم الجهات المعنية تيجي بسرعة. وبيترجاهم انهم يصدقوه، بس سامي وسليم مش بيصدقوا وبيحبسوه وبيمشوا. وقدام الفرع بيبقى في واحد من رجالة ملحم مراقب اللي بيحصل، وبيتصل بملحم وبيعرفه إن أمير ما ماتش واعتقلوه في فرع المعلومات. ملحم بيتصدم وبيبص لوسام بشر، وبيعرف إنه ضحك عليه، وبيقول هو أنا لما قلتلك تقوص على أمير عملتها ولا لأ؟ بيرتبك وسام وبيرد قتلته. بيتعصب ملحم وبيرد وازاي قوصته وهو لسه عايش واخدوه على الفرع، مش انا قلتلك تقتله على الاخر وتتأكد انه مات؟ وسام مش بيستحمل وبيعترف وبيقول ما قدرتش اقتله، هو انت مفكرني ايه؟ انا مش واحد من رجالتك اللي بيقتلوا الناس بسهولة زي شرب المية، احنا كفاية قتلنا العميد خليل، جثة واحدة كفاية، انا هفضل شايل ذنبه طول العمر. بيتعصب عليه ملحم وبيرد بس انت كده وديتنا في داهية، لو عرفوا ان امير لسه ظابط هيصدقوا اي حاجة يقولها، وبدل ما نخلص منه احنا اللي هنضيع يا غبي. بيرد وسام بس محدش هيصدق ولا كلمة منه، لان تليفون امير كان معايا وعليه كام تسجيل ليه مع العميد خليل، يعني نقدر نلعب فيهم، ووقتها هيتمنى اننا كنا قتلناه. وبنرجع تاني للفرع، وبيوصل العميد الجديد اللي هيمسك مكان خليل، وبيعرفهم بنفسه انه العميد نادر، وبيعزيهم في فقدان العميد خليل، وبيسأل عن أمير. بيرد سامي انه موجود في الحبس، وبيدعي انه لسه شرطي وعلى قيد الدولة وكان في مهمة مع سيادة العميد خليل. بيطلب العميد نادر منه يجيبهوله على المكتب، وبينفذ سامي وسليم. وبيقرب العميد نادر من شادي وبيعزيه، وبيطلب منه انه يتحكم في اعصابه ويفتكر انه شرطي لما يشوف امير، وبيوصيه ان اي حاجة يحتاجها يجيله فورا لانه في مكانة ابوه. شادي بيوافق، وبيوصل امير وبيعرف نفسه للعميد نادر وبيقول انا النقيب امير ثابت، وكنت في مهمة غير معلنة من قبل المديرية وتحت اشراف العميد خليل. بيطلب نادر من الموظفين يفتحوا السجلات، بس بيتطوع شادي وبيرد أنا هفتحهم. وبيسأل نادر أمين عن رقم ملفه الرقم العسكري، وبيعرفه أمير. وبيدخله شادي وبيتصدم لما بيطلع ملف أمير، وبيعرف إنه لسه فعلا شرطي وصادق، بس بيقرر إنه يمسح ملفه علشان ينتقم منه ومحدش يصدقه أبدا. وبعد ما بيتم مسح الملف بيقول للعميد مفيش ملف بالرقم ده. بيتصدم أمير وبيرد أكيد في حاجة غلط، وبيعيد أمير الرقم تاني وإنه أكيد كتبه المرة الأولى غلط. بس شادي بيرد صح، بس مفيش أي سجل ليك وتقدر يا سيادة العميد تتأكد بنفسك. أمير بيجن وبيرد أكيد لأ، في حاجة غلط، شوفوا جهاز تاني، أنا والله العظيم لسه نقيب. بيزعق في نادر وإنه ما يعليش صوته عليه، بس أمير بيفقد أعصابه على الآخر وبيقول إزاي ماليش سجل وكل ده كذب، كذب إني قضيت سنة من عمري في الحبس بين قتالين القتلة والحرامية واستحملت، وأمي اتحملت كل عذاب الدنيا والآخرة علشان نخلص من ملحم، وكل ده على الفاضي وكذب. العميد خليل كان مرافقني خطوة بخطوة، وبعد ده كله يطلع كذب إزاي؟ شادي بيتأثر بكلامه بس مش بينطق، وبيزعق نادر في أمير يسكت، وبيأمرهم يرجعوه على الحبس. بس أمير بينهار أكتر وبيرد ما ينفعش تظلموني كده، أنا خسرت كل حاجة في حياتي علشان المهمة دي، خسرت العميد خليل وخسرت خولة وسمعتي اللي خسرتها، وحرقوا كمان مطعم أمي
ودلوقتي هيحرقونا كلنا. ازاي بعد ده كله ماليش سجل وكده؟ نادر بيتعصب أكتر وبيأمرهم ياخدوه، وبيحاول أمير معاهم يسمعوه، وبياخدوا شادي وسامي وسليم للحبس. وبيجي فلاش باك بعد ما وسام عرف ملحم بالتسجيلات اللي على تليفون أمير. بيتصل ملحم بكمال وبيقوله وسام شغال على الموضوع وهيبعتلك كام تسجيل، عايزك تاخدهم وتروح الفرع عند شادي ابن خليل وتعرفوا اللي هقولك عليه. بيرد كمال حصل. ووقتها شادي بيدخل يودع أبوه في المشرحة وبينهار وبيقول سبتني ورحت فين يا أبو شادي؟ ده أنا ما صدقت لقيتك، يا ريتني كنت عرفتك من زمان، على الأقل كان هيبقى ليا معاك ذكريات. بس اللي يصبرني اللي عرفته عنك وإني هفضل فخور بيك طول عمري. أوعدك إن دمك مش هيروح على الأرض، وأي حد ليه إيد في موتك هقطعها له. وبيودعه وبيمشي. وبيقطع طريقه كمال وبيطلب منه إنه يسمعه، وبيقول أنا جاي أقولك كلمتين هيريحوا أبوك في قبره. النقيب أمير فعلا ظابط مش كدب، وكان داخل وسطنا علشان يوقعنا، بس حب الشغل معانا وبقى شريك، وكان بيخدع أبوك يعني زي وسام. وسام كان شغال من جوه الفرع وأمير من بره الفرع، ولما أبوك كشف خيانته أمير خاف وما كانش قدامه حل تاني غير إنه يقتله. بيرد شادي طب وانا صدقك ليه؟ بيرد كمال هتصدقني، وبيديله تليفونه وبيطلع التسجيلات وبيقول احنا سحبنا التسجيلات دي من على تليفون امير. وبيشغل التسجيلات اللي طبعا متفبركة بالذكاء الاصطناعي، وبيسمع شادي التسجيلات واللي فيها خليل عرف حقيقة امير وامير كان بيتحداه. وبيجن شادي على الاخر. وبيمشي كمال وبيتصل بملحم وبيعرفه ان كل حاجة تمت زي ما هو عايز. وبنرجع للحاضر وشادي حط أمير في الحبس، وأمير عمال يفكر وبيفتكر إن اللواء هشام اللي كان عارف بمهمته. وقبل ما شادي يمشي بينادي على أمير وبيطلب منه يسمعه، وبيترجاه يساعده علشان يحقق العدالة والقاتل ياخد عقابه. بيوافق شادي وبيقول عايز إيه؟ بيرد أمير في حد تاني عارف بمهمتي غير العميد خليل ويقدر يقولك الحقيقة وإيه هي علاقتي بأبوك. بيرد شادي ومين ده؟ بيرد أمير اللواء هشام، أنا كنت على تواصل معاه لما كان العميد خليل في المستشفى، وأكيد كمان العميد خليل كان مخبي الملف بتاعي في مكان سري في مكتبه أو في البيت. أنت الوحيد اللي تقدر تساعدني، أرجوك ساعدني أنا ماليش غيرك. بيرد شادي هنشوف، وبيسيبه وبيمشي. كمال بيرجع البيت عند ملحم وبتدخل ناندا وبتعرفهم إن هلال هرب. بيتصدموا كلهم وبيجن ملحم. نور وميادة ويامن بيروحوا الفرع وبتقابلهم سيما، وبتطلب نور منها ان هم يقابلوا العميد خليل. بتبكي سيما وبترد العميد خليل الله يرحمه اتقتل من شوية وأمير هو اللي قتله. بيتصدموا صدمة كبيرة وبيبصوا لبعض، وبتقول ميادة أكيد لأ، في حاجة غلط، أمير لسه ناقب معاكم وكان بيشتغل مع العميد خليل. بترد سيما أنا أسفة بس ياريت يطلع كلامك صح، لأن مفيش أي دليل على الكلام ده. ميادة مش بتصدق وبتاخدها سيما للعميد نادر وبتعرفه انها ام امير وطالبة تشوفه. وشادي بيبقى واقف وبيتأثر اول ما بيشوف ميادة وحالتها. وبتقول ميادة امير لسه نقيب والعميد خليل هو اللي جه وعرفني كل حاجة وكان شغال معاه. بيرد نادر بس للأسف مفيش أي دليل على كلامك ده، لأن ابنك ملوش أي سجل عندنا وكل الأدلة ضده. ميادة بتحلف وبتقول والله العظيم ابني لسه ظابط معاكم، لو سمحت خليني أشوفه، وبتترجاه. نادر بيتأثر بحالتها وبيوافق، وشادي بيبقى واقف وصعبانة عليه ميادة. وبتدخل ميادة عند أمير، وأمير بيقول لها إن ملحم هو اللي عملها ولبسه التهمة وقفل عليه كل الطرق، حتى رقمه العسكري اتشطب ومش عارف ازاي. بترد ميادة طب والحل؟ بيرد أمير في حل واحد أنا قلت لشادي عليه، إنه يقابل شخص عارف كل الموضوع وعلى الأغلب هيشهد لي. أنا بس عايز حاجة واحدة منك يا أمي، إنك تفضلي أنتي ونور ويامن في البيت اللي تبع الأمن، لأن الوضع خطير ومش عايز أبقى قلقان عليكم. وبيترجاها إنها تسمع كلامه. وبتدخل وقتها سيما وبينتهي وقت الزيارة. هو بيودع أمير أمه، وبتمشي ميادة وقلبها مقهور على أمير. شادي بيدخل مكتب أبوه اللي في البيت وبيبدأ يفتش فيه عن ملف أمير، وبيلاقيه وبياخده وبيمشي. وتاني يوم ملحم ووسام على الطريق، وملحم متضايق لأنه رايح يحققوا معاه،
وبيقول وسام اعمل بس اللي اتفقنا عليه وعلى ضمانتي هتطلع منها. بيرد ملحم إن شاء الله، وعلى العموم اللي طلبته منك وما عملتهوش هيتعمل برضه سواء بيك أو من غيرك، ويقصد قتل أمير. وبيتوتر وسام. أمير بياخدوه من الحبس علشان يرحلوه للسجن، وبيسأل أمير شادي كلم اللواء هشام ولا لأ. بيرتبك شادي وبيرد اتكلمت معاه وما قالش حاجة. أمير بيتصدم وبيعرف إن شادي بيكذب عليه وبيشك فيه، وبيرحلوه. ملحم بيحقق معاه العميد نادر وبيقول أمير كان الزلمة بتاعك، وكل الأدلة بتدل إنه قتل العميد خليل، وبما إنك الواصي وصاحب الأمر فالتهمة كمان متوجهة لك. بيرد ملحم بس انت لسه قايل يا سيادة العميد إن أمير كان بيشتغل معايا، ودلوقتي أنا قلعته لأنه واحد ملاوع وسرقني أكتر من مرة، وكنت بديله فرصة بس زي ما بيقولوا ديل الكلب عمره ما يتعدل. وبيفضل يلاوع معاه في الكلام، وبيسأله نادر السؤال المعتاد كنت فين وقت حدوث الجريمة. بيرد ملحم كنت في البيت ومع عيلتي. بيأمر نادر سيما تتأكد من كلامه، وعلى الطريق بيبقى في ملثمين متابعين تحركات سيارة الشرطة وسيارة الترحيلات اللي فيها أمير، وبيبلغوا بعض بالتحركات وشكلهم هيهربوا أمير. وبيبدأوا يتحركوا وبيعترضوا طريق سيارة الأمن، وبيفصلوا بينها وبين سيارة الترحيلات، وبيهجم الملثمين على السيارة وبيهربوا أمير. أمير مش فاهم من دول وليه بيعملوا معاه كده، وبياخدوه بيركبوه سيارة وبيمشوا. وأمير عمال يسأل مين انتوا. بيبدأ واحد ورا التاني يكشف وشه، وبيتصدم أمير لما بيلاقيه وسوف ورجالته ومش مصدق اللي عمله. وبيوصل خبر هروب أمير للعميد نادر اللي بيغضب جدا وبيزعق في ملحم وبيقول فين أمير. ملحم بيتصدم وبيرد وانا اعرف منين. بيتعصب نادر وبيرد لو انت اللي هربته صدقني مش هتخلص مني، ولو حد غيرك هو اللي هربه خاف لانك مش هتخلص منه. بيرد عليه ملحم ببرود بس اللي ليه عمري يا سيادة العميد ما تقتلوش شدة، ولو خلصت كلامك اقدر امشي. بيتعصب نادر وبينتهي التحقيق، وبيمشي ملحم هو والمحامي. سيارة وسوف بيوصلوا المكان آمن ومحضر سيارة لأمير، وبينزل أمير ووسوف وبيقول كده بقيت في أمان على الآخر، ما هنش عليا أشوفك في السجن وأفضل ساكت. بيرد عليه أمير بس أكيد في مقابل قولي أنا عارفك كويس يا وسوف، ما بتعملش حاجة أبدا إلا لما بتكون عايز حاجة قصادها. بينفعل وسوف وبيرد وأنا مش عايز أي حاجة، أنا حبيت أساعدك ودي كل الحكاية. أمير مش بيصدقه وبيسيبه وبيمشي، وفعلا بيطلع مع حق. وبيوصل هلال بعدها وبيسأل وسوف عن الأخبار، بيطمنوا وسوف إن كل حاجة تمت زي ما طلب. بيفرح هلال وبيرد خلي الديب ياكل ملحم ويقتلوا بعض وإحنا نتفرج. ملحم بيوصل المطعم ومتوتر وقلقان، وبيسأله كمال ليه متضايق كده. بيرد عليه ملحم أمير هرب قبل ما يوصل للسجن، وإحنا مش هنرتاح أبدا طول ما هو بره، لازم نلاقيه، ده واحد ما عندوش أي حاجة يخسرها، يعني مستعد يعمل أي حاجة. بيرد كمال خليه بس يقرب كده وهتشوف هنعمل فيه إيه. بيرد ملحم اوعى تستخف بيه يا كمال، هو هيبقى يا قاتل يا مقتول، احنا قتلنا له العميد خليل ولزقنا التهمة فيه، وكمان خطفنا أمه وحرقنا مطعمها، هنعرف منين دلوقتي بيفكر في إيه؟ وعلشان كده بقولك ما تستخفش بيه أبدا، لازم تركزوا وتفتحوا عينيكم 10 على 10. وفي نفس الوقت أمير بيوصل على مكانه مجهز من كل شيء، أسلحة ومتفجرات، وبيجهز شنطة مكملة وهوية جديدة، وبيقول بشر جايلك يا ملحم الكلب. وبتخلص الحلقة على كده. يا ريت لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. مستنية تعليقاتكم اللي دايما بتفرحني وبتشجعني، وشكرا لو وصلتم للنقطة دي. مع السلامة.